السلام عليكم. اليوم غنديرو واحد التمرين تطبيقي لدرس المجموعات الميكانيكيه، وغناخدو النواة المرن في الشكل الافقي. هاد النواة المرن كما قلنا كيتكون من جسم صلب ونابض لفاته غير متصله ومثبت على حامل. حنا هاد النابض غنوضعوه، هاد النواة المرن غنوضعوه افقيا، بأن نقدر نلقاو التمرين نلقاو رأسي، بأن نلقاو الحامل والنابض والجسم اس، ونقدر مائل بواحد الزاوية ألفا مع المحور الأفقي ولا مع السطح الأفقي. إذا التمرين هو الشكل التالي: نعتبر جسما صلبا اس كتلته ام تساوي 250 غرام يتحرك بدون احتكاك، بأن هنا الاحتكاكات مكاينش. بالتالي من بغا نمثلو متجهات الاحتكاك ولا قوة الاحتكاك ديال السطح الأفقي كتكون عمودية على هذا السطح، أي السطح الذي تكون عليه الحركة فوق السطح الأفقي. نربط جسم اس بنابض كتلته مهملة، هذا النابض، وصلابته ك هي 10 نيوتن بار متر. نزيح الجسم عن موضع توازنه بمسافة إكس ماكس تساوي 2 سنتيم. دونك هذا إكس ماكس هذاك ديال المعادلة الزمنية غنحتاجوها، ونحرر بدون سرعة بدئية من في 0 تساوي 0، ونختار معلم او اكس، وحيث نعلم النقطة جي منطبقة مع او في لحظة تي تساوي 0، وعندما نحركه يصبح او جي هي الأفصول اكس. دونك السؤال رقم 1: بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على جسم اس أوجد المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الجسم، هذا الجسم اس. إذا إن فوا يبان ليا القانون الثاني لنيوتن، هي بمعنى هنا ضروري نعتبر واحد المرجع اللي هو خاص يكون مرجع جاليليا، ونطبقوا القانون الثاني لنيوتن، بأن ندوزو على ديك المراحل اللي هي بحال منهجية الإجابة على هذا السؤال. دونك هنا غنديرو جرد القوى اللي عندي هنايا كما هو مبين في الشكل الآخر. المعادلة التفاضلية عندي 3 القوى، عندي الوزن بي وآر وتأثير النابض. دونك عندي 3 القوى: وزن عندي هنايا كما قلنا بي وزن الجسم، تأثير النابض اف نسموها اف، وتأثير السطح الأفقي ار. دونك كما هما مبينين في هذا الشكل هذا هنايا، ماشي مزيان هذا الشكل هذا. نطبق القانون التالي، هذا التمثيل ديالهم درنا أفقية عمودية على المحور الأفقي لأن بدون احتكاكات. نزيحه في الموضع في الاتجاه الموجب، بالتالي غتكون عندي إكس موجبة. دونك مجموع القوى يساوي ام ا جي، بحيث اف الإسقاط ديالها غيكون عنده منحى سالب، ولا غتساوي لي ناقص اف إكس، بي صفر وار صفر. علاش؟ لأنهم متعاملين على المحور او إكس. بالتالي تولي عندي ناقص اف تساوي ام ا، بحيث ناقص اف شنو هي العلاقة ديال اف؟ بمعنى النابض تكون عندي هي ك دلتا ان، معناتها تولي عندي طول النهائي ناقص طول البدئي. معنى هنا إكس ها هو الإسقاط، هنا تولي عندي ناقص ك إكس، إلا جرنا هنا إكس هي إل، غتكون عندي إل فينال موا إل إنيسيال، بحيث إل فينال هي إل زيرو إنيسيال زائد إكس، غنختزلو بإل إنيسيال تبقى لي إكس. بالتالي المعادلة التفاضلية تكتب على شكل إكس نقطتان بمعنى اشتقاق 2 مرات زائد ك سور إم في إكس تساوي 0. هذه هي المعادلة التفاضلية. نزول السؤال رقم 2: حل المعادلة التفاضلية هو إكس دو تي تساوي إكس ماكس كوس دو بي سور تي في تي زائد في. السؤال رقم 1: أوجد تعبير الدور الخاص هنا، الدور الخاص تي زيرو للمتذبذب ونحسب قيمته. دونك إلا بغينا نلقاو التعبير ديالو، هنا قال لي أوجد ماشي إعطي. دونك غنشد هاد الحل المعادلة التفاضلية، أو يمكننا نسموه المعادلة الزمنية، ونديرو اشتقاق ليه 2 مرات ونعوض في المعادلة التفاضلية هذه. نعوض في هذه المعادلة التفاضلية، ونقدر يمكن لي ندير قضية أنني نكتب إكس 2 نقاط بدلالة إكس كما نديرو هنايا. دونك نشدو المعادلة التفاضلية ولا الحل ديال المعادلة التفاضلية،
الاشتقاق الأول سيعطيني غنشد هادي دو بي سوغ تي زيرو تخرج برا هنا، والكوس كيعطيني ناقص سي، معناتها تولي عندي ناقص دو بي سوغ تي إكس ماكس، هاد إكس تبقى هي سينيس دو بي سوغ تي زيرو زائد في، هاد التعبير كيبقى تا هو. غنشد الثانية هادي نديرها الشق مرة أخرى، بمعنى غتخرج ليا دو بي سوغ تي زيرو، غتولي عندي هنا أس اثنان، إكس ماكس تبقى هي ولكن السين غيولي ليا كوس، دونك غتولي عندي إكس ماكس إكس جوج نقاط تساوي ناقص دو بي سوغ تي زيرو الكل أس اثنان في إكس ماكس في الكوس دو بي تي سوغ تي زيرو في تي زائد في. يمكن ليا نهد هاد التعبير هذا راه هو حل المعادلة التفاضلية، معناها يمكن لي نكتب إكس جوج نقاط يساوي ناقص دو بي سوغ تي زيرو أو كاري في إكس دو تي. بما هنا نعوضو اسمعولي نعوضو هنا التعبير ديال إكس و إكس ماكس في المعادلة التفاضلية ونحصل على التعبير. دونك هنايا إكس ماكس إكس جوج نقاط ولا عندي هي ناقص دو بي سوغ تي الكل أس اثنان إكس أو كاري إكس ماكس كوس دو بي سوغ تي في تي زائد في زائد كا ام اللي كاين عندي في المعادلة التفاضلية مننساهاش في إكس ماكس كوس دو بي سوغ تي في تي زائد في. يمكن ليا نعمل بهادشي كاملو، غير بقى ليا هي ناقص دو بي سوغ تي زيرو أو كاري زائد كا سور ام يساوي صفر، معنى إما هاد الأول يساوي صفر أو ما بين معقوفتين يساوي صفر، بما أن المعادلة هذه كتساوي إكس دو تي يمكن لي أن نكتب هذا ما بين المعقوفتين يساوي صفر، بالتالي تولي عندي دو بي أو كاري سوغ تي زيرو زائد كا سور ام، هاد ناقص مننساش يساوي صفر، بالتالي ندوز هاد الطرف الآخر تولي عندي دو بي سوغ تي زيرو يساوي كا سور ام. إلا حيدت هاد الكاري غتولي عندي دو بي سوغ تي يساوي جذر مربع كا سور ام. إلا درت المقلوب ديال هادي تولي عندي تي زيرو، عندي تي زيرو يساوي دو بي جذر مربع ام سور كا. التطبيق العددي، حنا ام عطيناها 250 غرام، دونك غتولي عندي 0.25 فاصلة 0.25 و كا قلنا هي 10، هي 10 نيوتن مقسومة على المتر مضروب في دو بي طبعا يساوي تقريبا 0.99 سكوند أو تالي. دونك هذا هو جاوبنا على السؤال رقم 2 اللي هو التعبير ديال الضوء الخاص وحساب قيمته. السؤال رقم 2 أوجد المعادلة الزمنية علما أن جي يمر في اللحظة تي تساوي صفر من موضع توازنه في المنحى الموجب. معنى هنا ننتبه مزيان أن قال لي في اللحظة تي كتساوي زيرو هذا الجسم كان في موضع التوازن ديالو مغادي في المنحى الموجب. دونك هنا المعادلة الزمنية نجي هنا رجعنا قلنا المعادلة الزمنية د الحركة كتكتب على هذا الشكل هذا هو المعادلة الزمنية. هاد إكس ماكس حنايا عندنا هنايا في المعطيات إكس ماكس هي 2 متر جوج في 10 ناقص 2 متر، معنى هادي 2 سنتيم نحولها. ثانيا نرجع هنا عندي هنايا حاجة أخرى، عندي حسب شرط بديهية عند اللحظة تي تساوي صفر عندنا لدينا إكس تساوي صفر وإكس نقطة أكبر من صفر. علاش؟ لأن السرعة موجبة، وباش موجبة لأن غادي في المنحى الموجب. بالتالي عندي الحق نقول بأن عند اللحظة تساوي صفر، هنايا عند اللحظة تساوي صفر لدينا المعادلة الزمنية هذه عوضت هنا زيرو، دونك هنا تولي عندي زيرو، تولي عندي إكس ماكس كوس في، هنا تولي عندي إكس ماكس كوس في. وحنا قلنا عند اللحظة تساوي صفر الجسم يمر من موضع توازنه، معنى تولي عندي إكس صفر هي صفر، بالتالي غتكون عندي كوس في هي اللي كتساوي صفر. أي هنا غتولي عندي في يا إما يساوي بي سور دو أو بي تساوي ناقص بي سور دو، لأن الكوس باش تكون عندي الكوس كيساوي صفر خاص تكون هاد الزاوية جوج قيم، يا إما بي سور دو أو ناقص بي سور دو. دونك هنا غنديرو الاشتقاق، نحسبو الاشتقاق. لدينا الاشتقاق هو دو بي سور تي إكس ماكس سينيس دو بي سور تي زائد في.
هنا لا عوضنا زيرو دونك غتولي عندي دو بي سور تي زيرو في تي تولي عندي زيرو، تولي عندي هي ناقص دو بي كذا. ومادام حنا عندنا السرعة موجبة بالتالي هذا سالب، خاص حتى السينيس يعطينا قيمة سالبة. إذا ماشي يعطيني السينيس قيمة سالبة ضروري أنه خاص يساوي ليا ناقص بي سور دو. دونك في تساوي ناخدو ناقص بي سور دو، حيت إلا خلينا في تساوي بي سور دو غتولي عندي هذا موجب وهذا سالب، بالتالي يكون عندنا القيمة سالبة. وحنا في الشروط البدئية عطاونا بأن السرعة موجبة، باش عرفناها أنها غادي في المنحى الموجب. بالتالي غتكون المعادلة زعما اش غتكتب ليا هنا، غتكتب ليا هي 2 في 10 ناقص 2، هذه هي إكس ماكس في دو بي سيغ تي في هذه الحالة عندنا هي 1 ناقص بي سور دو. دونك هذا هو حل المعادلة التفاضلية ولا المعادلة الزمنية التعبير ديالها. هنا السؤال قال لي أوجد تعبير السرعة عند اللحظة تي، أوجد تعبير السرعة. دونك إلا بغيت نلقى السرعة يكفي نشد هادي وندير ليها الاشتقاق. والسؤال الآخر قال لي أوجد القيمة القصوى، معناها أكبر قيمة يوصل القصوى. دونك ندير تأطير لهاد الكوس. دونك عند اللحظة تعبير السرعة هو نشد هاد التعبير قلنا وندير ليه اشتقاق. وإذا درنا اشتقاق غتخرج لي هاد دو بي تدخل لي هنا، تولي عندي هي 4 في بي في 10 ناقص 2 كوس دو بي سور دو بي تي ناقص بي سور دو. حيت دابا التعبير ديال ها هي الاشتقاق ديالها، الاشتقاق هو ناقص دو بي سور تي زيرو إكس ماكس سينيس دو بي سور تي في تي زائد في هي ناقص بي سور دو، و دو بي سور تي هي دو بي. وهنايا بينا هادي هي 2 في 10 ناقص 2، وهنا عندي 1 وتولي عندي ناقص هو هاد القيمة. تقريبا هذا هو الجواب على السؤال. من يقول لي القيمة القصوى، القيمة القصوى هو أننا ندير قيمة مطلقة ويكون عندي السينيس يساوي لي 1، بالتالي السرعة القصوية تكون عندي هي 0.126 متر بار سكوند. السؤال الأخير أو لا هنا السؤال الأخير، استنتج مميزات القوة F، القوة المطبقة من طرف الضابط على جسم S. حنا القوة التعبير ديال قوة الارتداد هي F يساوي ناقص كا إكس في إي، بحيث كا عندنا التعبير ديالها إكس ديجا جبدناه تولي عندي إكس تكون عندي هي إكس ماكس كوس دو بي سور تي في زائد في. وعندنا تاني عند موضع التوازن قلنا الموضع التوازن كتكون اف تساوي صفر، لان هنا ما كتبقاش مطبقه ليا ديك القوه، او لا حتى نشدو هنايا نعوض زيرو تولي عندي نخلي زيرو. عندما يكون اكس تساوي اكس ماكس تكون القوه في اتجاه منحيان متعاكسان وهو في نفس الاتجاه، يعني كيكون عندي هاد اي و اف منحيان متعاكسان. دونك كتولي عندي هي نعوض هنايا كا و اكس ماكس راه ديجا عطيناها هي 0.2 معنا في 2 في 10 ناقص 2 متر. إذا الشدة ديالها 0.2. إلا قلنا مشات في المنحى السالب، معنى مشات هي ناقص إكس ماكس، كيكون لهم نفس الاتجاه ودائما لهما منحيان متعاكسان، بالتالي نعوض نحصل على نفس القيمة. تقريبا هادشي اللي كاين في هاد التمرين عند موضوع التوازن. شكرا. هاد التمرين راه كتلقاوه في منتديات علوم الحياة والأرض، موقع عاصلة. هاد الموقع سميتو هاد التسمية، والثمن كيكونوا ديال علوم فيزيائية، علوم رياضية، علوم الحياة والأرض. شكرا على الانتباه.